مع فيوتشر. طب الزمالك هتوقف 3 فترات بسبب مين؟ بسبب اللاعب خالد بطيب. ليه؟ عشان مش قادر يدفع فلوس. انا جاي لك. طيب عقوبه دونجا هتوقف 4 ماتشات وغرامه ماليه. كل دوت بقى معاه شويه فضايح لنادي الزمالك. وهتكلم عن مباراه الاهلي وفيوتشر. بس بالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. وخير ما ابدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعمل لايك دلوقتي كده بقت لايك، ما تدعش مجهود. اذا عجبك الفيديو ما عجبكش الفيديو يا سيدي خلاص اعمل لي ديسلايك. خلاص حلو قوي كده. يعني عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعمل لي ديسلايك. ماشي. خش على طول بقى على الحلقه. لان النهارده الاهلي او لو بتشوفني بكره يعني النهارده الاهلي بيلاعب فيوتشر وتعادل. رب ضرورة نافعه يا سيدي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هتقول لي انت خدت نقطه وانت محتاج 9 نقط عشان هقول لك حاضر والله هقول لك. كده انت حضرتك لما تعادلت مع فيوتشر في عيوب ظهرت كتير. وعيوب بص يعني واضحه قوي واكيد النادي الاهلي شغال عليها دلوقتي. اللي هي اللي انت حضرتك محتاج مهاجم صريح. مهاجم صريح. النادي الاهلي لعب حلو النهارده. لعب حلو مع فيوتشر. ولو في مهاجم كان ترجم الفرص الضايعه دي كلها لاهداف. كان ترجم الفرص الضايعه دي كلها لاهداف. تخيل حضرتك ان الاهلي عمل 27 او 28 عرضيه مفيش ولا واحده جت في الجون. تخيل ان الاهلي عمل 29 محاوله على الجون ولا واحده فيهم كله ضايع. النهارده لعيبه الاهلي تحس انها مفيش قتال على الكوره. مفيش قتال على الكوره. يعني تحس ان كهربا لازم يشتغل على نفسه شويه. كهربا لازم يشتغل على نفسه شويه. بيرسي تاو لازم حته الانانيه دي يخف منها شويه. بيرسي تاو النهارده كان اناني بطريقه مش كويسه. يعني راحت له كذا فرصه انه يباصي لحد من زمايله قدام في موقف احسن. لا كان بياخد القرار ان هو يشوط او يرقص. نفس الكلام للكابتن حسين الشحات. برده كان في زياده في الكوره. احمد القندوسي لازم يشتغل بدني قوي. لان احمد القندوسي ممكن تاخد منه 5 دقايق وبقيه الماتش ما تشوفوش. وبيستلم الكوره وبياخد وقت قوي عقبال ما يجري ويروح. انت فاهم؟ فبتلاقي اللعيب ضغط عليه ممكن ياخد منه الكوره. فانا بقول لك رب ضرته نافعه. والاحسن ان انت حضرتك قدامك 3 ماتشات. يعني قدامك الاسماعيلي ان شاء الله تكسبه. قدامك الاتحاد ان شاء الله تكسبه. قدامك الزمالك. يبقى الاحتفال بالدوري في مباراه القمه. اذا اتلعبت على كلام رئيس نادي الزمالك اللي جاي لك دلوقتي واعمل لايك دلوقتي. هتقول لي انت بتزن. اقول لك عشان تعمل لي لايك. تمام كده يا سيدي. تمام كده يا سيدي. فالمباراه بتاعت النهارده التعادل خلى مباراه القمه ان شاء الله الاهلي يفوز على الاسماعيلي ويفوز ان شاء الله باذن الله على الاتحاد. ويبقى الاحتفال ان شاء الله النادي الاهلي يفوز في مباراه القمه امام الزمالك. ويبقى الاحتفال بالدوري قدام الزمالك. تبقى بص بقى حاجه عظمه. حاجه لوز اللوز. يعني حاجه انت بتقتلهم معنويا وبتقتلهم نفسيا. لان انت بتشوف نادي كافح وتعب بمجهوده ونادي تاني جعجعه واحتواء فاشل زي ما هو. انا جاي لك ده فضايح والله العظيم فضايح. فرب ضرته النافعه زي ما قلت لك. النادي الاهلي اتعادل مع فيوتشر عشان يخلي مباراه الزمالك لها قيمه. وده يورينا كمان الاهلي محتاج مهاجم صريح وقوي بدنيا. بيلعب بالدماغ حلو. قوي بدنيا طول بعرض كده. انت فاهم ازاي؟ عشان خاطر ياخد الكوره بالعافيه يحجز على كورته عشان يشوط. فانت محتاج حارس. محتاج مهاجم بمواصفات خاصه. ولازم النادي الاهلي يعمل من دلوقتي عليها. اللي ما عجبنيش حاجه واحده من كولر. انت حضرتك طلعت كهربا. طب كنت نازل شريف. طب بعد ما طلعت كهربا عرضيات شغاله. مين اللي هيلعب بهيد؟ مين اللي هيلعب بدماغه؟ مفيش. الحالات طبعا التحكيميه وتضييع الوقت ده احنا مش هنتكلم فيه. لان فيوتشر بيلعب قدام الاهلي اكن مباراه. يعني لو خد منها نقطه هياخد الدوري. واللعيبه بتضيع وقت. وتحس ان جهاز طبي بيضيع وقت. تحس ان الحكم نفسه بيضيع وقت. حاجه عجيبه. تحس انك بتلعب مع فرقه من شمال افريقيا. اساتذه في تضييع الوقت. نروح بقى تسيب الاهلي ونخش بقى على الحاجات التقيله. اعمل لايك دلوقتي واعمل لي شير. هتقول لي ليه؟ لان بص انا جاي لك بقى. لان الزمالك ايوه زي ما انت سمعت. لان الزمالك بيضحك على جمهوره وجمهوره فرحان وعارف انه بيضحك عليه. هتقول لي ليه؟ نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ضحكوا على جمهور نادي الزمالك وقالوا لهم يا زملكاويه احنا خلاص بنبني منتجع رياضي في سباحه وفي ملاعب رياضيه وفي ملاعب خماسيه وفي اي حاجه لها دعوه بالكوره وهنصرف المليارات عشان خاطر في خلال 6 شهور
المنتجع ده يبقى صرح رياضي ويباهي مصر والحكايه والروايه، وجمهور نادي الزمالك الله اكبر، ايوه كده هو ده نادي الزمالك. طيب يتفاجئ اخويا ان نادي الزمالك هيتوقف 3 فترات بسبب مين؟ بسبب اللاعب خالد بوطيب اللي جابه الزمالك. هتقول لي ليه؟ هقول لك بالله عليك يا اخي اعمل لي لايك دلوقتي. وصل بشكل رسمي، وصل بشكل رسمي لاتحاد الكوره اختار بايقاف القيد عن الزمالك 3 فترات. 3 فترات، ده انا اقول لك فضايح، ده في مبالغ، في مبالغ. حضرتك هتقول ازاي؟ يعني الناس دي كانت نايمه لما المبالغ دي كلها عماله تزيد. يعني ده انا هقول لك، يعني ده انا هقول لك بص والله اسمع مني بقى. الايقاف 3 فترات او دفع المبالغ المطلوبه من نادي الزمالك. ايه هي المبالغ المطلوبه؟ مطلوب دفع من نادي الزمالك 181,000 يورو. ده ايه ده؟ لا ده مكافأة، ده مكافأة مستحقات بوطيب في موسم كام؟ 2019 زائد 5% سنويا تأخير. يعني انت بص 2000 وكام؟ 2019 يعني 2019 2020 21 22 23 5 سنين حضرتك هتدفع 5 سنين 5% زياده، يعني بيزيد على 181 25% زياده، 25% زياده. لحد كده لا اصبر، ما تروحش مني بعيد واعمل لك دلوقتي. ده في 7,802,000 يورو مستحقات موسم 2020 مع زياده 5%، مع زياده 5% 2020. يعني انت بتتكلم في كام؟ 2020 21 22 23. يا سلام ايه ده؟ يعني ده في 20% زياده. ايوه، هم المسؤولين بتوع الزمالك فين؟ كانوا نايمين حضرتك، الجعجعه بس اللي فارحين فيها. لحد كده يا عم سيد لا، لحد كده لا. زائد ايه بقى؟ زائد 2,527,000 يورو كتعويض فسخ التعاقد من جانب واحد اللي هو الزمالك، زائد 5% اعتبارا من يونيو حتى تاريخ السداد. حتى تاريخ السداد. يعني حال جماهير الزمالك تقول لك يعني طب ازاي الناس دي بتضحك علينا؟ الناس دي بتضحك عليكم. الناس اللي بتقول هنجيب بن شرقي وهنجيب امام عاشور وهنبني فرع 6 اكتوبر هيبقى حاجه عالميه العالميين، مش قادر يدفع وهتوقف 3 فترات. طب ادفع الفلوس اللي عليك. اللي انا اعرفه ان الرخصه اللي هتروح للاتحاد الافريقي عشان الزمالك يشارك في الكونفدراليه لازم ما يكونش عليه فلوس لاي لاعب، لازم ما يكونش عليه فلوس لاي لاعب. لا الزمالك حدث ولا حرج، انا بكلمك على لاعب اللي هو خالد بوطيب بس. امال سبورتنج لشبونه يعمل ايه؟ ده فضايح. طب انت هتقول لي يا سيد طب يعني هي اداره الزمالك سابت المبالغ دي كلها يعني تبقى كده ازاي؟ اقول لك يا باشا عالم جعجعه، عالم بصه للنادي الاهلي ومش شايفه الزمالك، عشان كده الزمالك بيغرق. الخوف السنه الجايه مش من الزمالك، لا الخوف السنه الجايه من بيراميدز. ايوه هتقول لي ليه؟ هقول لك بس اعمل لايك دلوقتي، لان بيراميدز دلوقتي بيعمل اللي مش عارف يعمله الزمالك. اللي هو ايه دلوقتي؟ السنه الجايه بيراميدز بيعمل سكواد يقدر يعني ينافس مع النادي الاهلي، لان الزمالك خلاص، الزمالك شكرا، الزمالك لا فيه فلوس ولا يقدر يجيب لعيبه ولا اي حاجه. الزمالك بس رئيس نادي الزمالك يطلع يجعجع، يطلع يشتم وشكرا على كده. امال الخوف السنه الجايه، وخدها على عهدتي بقول لك، الخوف من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز هو اللي هينافس النادي الاهلي. نادي الزمالك هيبقى زي سموحه، هيبقى زي الاسماعيلي زمان يجي كده ثالث من بعيد بس. امال هينافس على الاول والثاني؟ لا صعب. فالخوف السنه الجايه بقول لك على عهده سيد عرب اهو، واعمل لايك. الخوف من بيراميدز بيحضر السكواد، فرقه هتبقى فرقه خليط من الشباب والخبره، بس فرقه واقفه على رجليها. ما قدرش تعمل ده مع نادي الاهلي، فبتعمله دلوقتي مع نادي الزمالك. بتفضي نادي الزمالك اي لاعب حلو بتبتدي تجيبه. دخلت في بن شرقي، دخلت في امام عاشور، خدت سيف فاروق جعفر، خدت يوسف اسامه نبيه، بتلم عايزه تعمل سكواد تحقق بيه البطوله. لحد كده يا سيدي لا. عقوبه دونج اعمل له لايك دلوقتي. عقوبه دونج يا سيدي ايقاف 4 مباريات وغرامه 50,000 جنيه بسبب الاحتفال بتاع زيزو. احنا عارفين طبعا كان يعني لجنه الانضباط قالت لك ده فعل فاضح في الملعب العام. فعلا حاجه يعني تكسف، اقسم بالله حاجه انا ما اعرفش اعملها ازاي دي. يعني انا ما اعرفش ازاي يعني يمسك واحد كده من المقعده ويعمل كده، او المؤخره ويعمل كده. يعني حاجه فضيحه. لا نادي الزمالك بقى مش عاجبه. يعني انت حضرتك لو من جمهور نادي الزمالك قول لي في كومنت لو بتتفرج على سيد عرب، قول هل الفعل دوت
اللي عمله دونجا مع احمد سيد زيزو ويمسكوا من الحته ديت، وحاجه استغفر الله العظيم يا رب، وحاجه دخلت كل بيوتنا، يعني دخلت بيتك كجمهور زملكاوي ودخلت بيتك كجمهور اهلي. انت فاهم ازاي؟ ينفع اختك تشوف، ينفع امك تشوف، ينفع حريمك تشوف حاجات فظيعه، حاجات قله ادب، حاجات قله ادب. في اجتماع لنادي الزمالك النهارده، في اجتماع لدراسه ايه؟ لدراسه ان الزمالك ينسحب امام الاهلي. ليه؟ اعتراضا على دونجا. ما حال جمهور نادي الزمالك هقول لك ايه؟ اعتراضا على عقوبه دونجا. حال نادي الزمالك يقول لك طب اشمعنى، معلش يعني اشمعنى كهربا؟ اشمعنى كهربا ما تعاقبش بتاع كهربا حطه صح؟ هقول لحضرتك حاضر، لان كهربا لما جت العقوبه كانت اللجنه دي جايه بالتعيين مش جايه بالانتخاب. الوقت اللي جايه دي جايه حضرتك جايه بالانتخاب، لجنه الانضباط دي. فهمتنا حضرتك ولا ما فهمتش؟ المفروض ان انت جمهور الصفا والجمهور اللي بيفهم، صح كده؟ صح. فانت ما تجيبش عقوبه كهرباء للفعل الفاضح اللي حصل دوت، للفعل الفاضح اللي حصل دوت. ف رئيس نادي الزمالك في اجتماع اعتراضا ويشوف هيعملوا ايه بقى على موقف دونجا. استئناف مفيش. اعلام نادي الزمالك هيطلع يضحك عليه يقول لك اصلك هنستأنف. الاستئناف من 6 فيما فوق. 4 مباريات ما فيهاش استئناف، هي خلاص 4 مباريات وش الموضوع خلص خلاص. ولا ده تمهيد عشان يبقى في عقوبه الكهرباء قبل مباراه الزمالك؟ اشك في كده، ممكن يكون دوت تمهيد لعقوبه الكهرباء. هل كهرباء هيتعاقب ومش هيلعب مباراه القمه، ولا هيلعب مباراه القمه ومش هيتعاقب؟ حاجه صراحه انا شامم ريحه كده مش عجباني. اشمعنى دلوقتي عقوبه دونجا اتعملت بعد ما تحدد مباراه الاهلي والزمالك؟ صدفه؟ ممكن. صعبه تبقى صدفه يعني، وجايه في الوقت القاتل ده. الصراحه صعبه قوي تبقى صدفه. فانا بقى بشك مع الضغط اللي هيعمله نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ان يبقى في عقوبه الكهرباء قبل مباراه القمه. قول لي في الكومنت انا صح ولا غلط اذا وصلت معايا الحته دي. ما انا عارف انت مش توصل معايا، لاني بقول للناس يعملوا لايك، ما حدش بيعمل لايك، يبقى خلاص انا رخم، صح؟ ماشي يا سيدي، شكرا، الله يسامحك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.